والله هي الصحف كثرت، هي كثرت الصحف، بس للاسف الصحف ما عادت العالم عندها ثقه بها، لانه دائما تنقل اخبار ما لها وجود، ما لها صحه. الناس يعني الا القليل اللي بقت، الناس اللي متعوده على الصحف، اللي ما تقدر تتخلى عن الصحف، هاي ما تقدر تعوف. بعدين اكو مواضيع تطلع ببعض الصحف بتخليك تجذبك لها تقراها. مثل هسه انا اجي اقرا موضوع الرياضه، بالاضافه الى اباوع ذني مستجدات الوضع اللي دا يصير هذا بالفتره الاخيره. يعني لما الرياضه انا ما اقرا هاي صحف، ما اقرا اي صحف ولا اجي اقرا، لانه اعرف كل اللي يدور حولي. ممكن اشوفها بالتلفزيون، ممكن اشوفها بهذه، لانه ما عادت اكو ثقه بالصحف الموجوده. هنا موجود لانه كثرت الصحف كل شويه، كل شويه تدور على الخبر الصحيح، نادرا ما تلقاه، نادرا ما تلقى خبر صحيح. يعني نقول لك هاي جريده تنقل خبر، الجريده الثانيه تكذب هذا الخبر، وقت ماكو هذا. الحذاره ولا مصداقيه ماكو، الصحف الحاليه ما بها مصداقيه مثل النظام السابق. اثنين، الانترنت والوسائل الاخرى اثرت على الصحف. الرواد الناس الكبار، الشباب قليل، بس الناس الكبار عمر يعني 70 وفوق يقرون صحف. والله مو مثل قبل، يعني الصحف اكثريتها قلت. يعرف قبل لا كانت موجوده وصعب عليها قويه، هسه قليله. المجتمع العراقي تواق للقراءة أولا، يعني لو ننظر إلى الستينات، الخمسينات، الستينات، السبعينات، حتى الثمانينات، العراقي يحب بشغف أن يقرأ كتب ثقافية. والجريدة هي جزء متصل به، عادة الصبح بعد الفطار يقرأ جريدة، يعني هذا الدومان مال العراقي. لكن بالسنوات الأخيرة وخصوصا بعد 2003 العراق مر باهتزازات اجتماعية، اهتم العراقي فقط في مشاكله فترك القراءة. بعدين من اجى الموبايل او التواصل الاجتماعي صارت مجمل القراءات عن طريق التواصل الاجتماعي، فانتركت الجريدة انتركت، في حين الجريدة هي ثقافة جماهيرية عامة وخصوصية. ونتمنى أنه تعود عادة قراءة الجرائد بالنسبة للمواطنين العراقيين، لأنه يشارك الرأي بكل المجتمع وعنده قدرة أن يبدي رأي ويتحدث ويا زملائه بما تأتي به الجرائد يوميا من الإعلانات. إن شاء الله هذا الكلام يكون ويرجع العراقي إلى دومان القديم، أنه يقرأ. إذا قرأ يتثقف، وإذا ثقف صار مجتمع متكامل.